صباح الخير كريمة. صباح الأنوار، أهلا وسهلا، يسعد صباحكم. واش راكي؟ واش راكي؟ الحمد لله رب العالمين، كيفكم أنتم؟ والله صباح الحمد لله وانتيا؟ الحمد لله بنشكر الله. بحب سبح بالشيف اللي معنا اليوم. أهلا وسهلا شيف حسين. نورت، ريحة الاستوديو بتاخذ العقل. يلا يعطيك ألف عافية. اهلا وسهلا، برحب باستاذنا وضيفنا. اهلا وسهلا فيك. اهلا، عن جد نورتنا، وكنت عم بسمع حديثك عن الثقافه بالجزائر، وهذا الشيء اللي دائما نحن بنسعى له في بلدنا. اهلا وسهلا فيك، نورت الاستوديو. زبايا، مثل ما تعودنا دائما بفقره الاتيكيت انه نحكي على فن السلوك اللي هو جزء لا يتجزا من حياتنا. اكيد. وطبعا حضرنا لهذا الموضوع مع بعض، بدنا نفوت بموضوع نقولوا انه القياده ذوق واخلاق، واليوم راح يكون موضوعنا حول قياده السياره. يعني اتيكيت قياده السياره بالضبط. طبعا مثل ما قلنا انه فن السلوك يعني هو شيء دائما موجود معنا، مش بس بيرتبط بالاكل او زيارات او مثلا لما يكون عندنا عمل، هو كمان بيتقيد بالسواقه. مثل ما تفضل الاستاذ، بوجه له تحيه مره ثانيه، انه بلدنا كلها ثقافه وكلها فن، وفي ناس بيجوا بيعملوا زياره لبلدنا ونحن كمان بنطلع لبرا. اكيد. فبنضطر انه مرات شو نسوق السياره. اكيد. القياده يعني مسؤوليه. بالضبط، مسؤوليه كثير كبيره. وقبل ما تكون هي لنحكي على فن السلوك، هي امن وامان للناس اللي حوالينا. طبعا مثل ما بتعرفوا فن السواقه او لما نسوق السياره بيكون لنا وللمشاة. ناخذ بعين الاعتبار، كثير مهم انه ناخذ بعين الاعتبار مشاهدينا الكرام كيف عم نسوق والناس اللي حوالينا. كثير مهم انه للبنت، يمكن نحن بنتخصص شوي بشؤون المرأة يمكن مقيدة اكثر بسواقة اكثر من الرجال. ممكن الرجل يسوق بايد وحده، اما المرأة لازم يكون ايديها هي الاثنين عشان التركيز. بقى مثل ما بتعرفوا لازم ناخذ بعين الاعتبار الامان تبع سواقتنا. شو رايك استاذ؟ تشوفوا يعني اليوم راح نحكوا او نهضروا على القياده في انت يمكن عشت في فرنسا والجزائر. كيفاش تشوف الاختلاف ما بين القياده هنا في الجزائر والقياده في فرنسا؟ قياده السيارات. اقول القياده، انا كثرت القياده بنتي، انا حسبت القياده تاعنا. انا قلت لك سخرت، انا حسبتكم دخلتوا لي في البوليتيك. لا، انما نهضر عن قياده السياره. نعرفوا انه قياده السياره كذلك فن. على بالي قياده ثاني كاينه لا كوندويت. خلاص انا دوت القياده رواتي لي لا كوندويت تاع فرنسا وتاع هنا. كيفاش تشوف يعني لا ديفيرونس؟ لانه انت يعني عشت في الجزائر وعشت في فرنسا. الفرق الفرق هذه مناسبه، هذه كنت نحوس عليها. تفضل. كنت نحوس عليها هذه. يلا بالضبط، هذا اللي كنا عم نحكي عنه. انا يعني اذا بتسمح لي طبعا المداخله الصغيره، كنت عم بسمع حضرتك وانت عم تحكي بالنسبه للثقافه. يمكن حاليا الجزائر تغيرت شوي، صرنا شوي انه نشوف في ناس عم تتمسك بقوانين السواقه. مثل ما حضرتك بتعرف عايش برا وهيك، يمكن في تقيد اكثر بالقوانين. فمثل ما عم نقول انه فن السواقه وسلوك السواقه هو لازم نتقيد بالقوانين. صح. لانه هي امن وامان لنا مثل ما هي للمشاة. اكيد. دروك ويتطلب مهارات خاصه يعني تحوسي تعرفي القوانين تاع السوق لهنا ولا؟ يعني انت بحكم انك عشت ما بين فرنسا والجزائر، اسكو تشوف انه القوانين يعني طبقوا هنا القوانين مقارنه بفرنسا او لا؟ هنا شوفي، هنايا ما كاش قوانين. هنا في الجزائر عندنا، في الجزائر عندنا ما نقولوش ما كاش قوانين، ربما ما يحترموش القانون. دروك الشعب تاعنا، انا نقول فيها وراهم يسمعوا الشعب تاعنا، ما القوانين ما يعرفوهمش واش عندهم بيرمي، قراو القوانين، قراو الكود، قراو كل شيء، بصح ما يطبقوش. فوالا جو سي با الا كان الوطا بزاف، الغاشي بزاف، يمكن من بين الاسباب. ما فهمتش. انا راني عشت ليه وشفت الحاله كي دايره تما. مانيش نقول بلي خير من هنا، نو. هنايا انا سقت الطوموبيل تاع ولادي، نسوقهم في وهران عندنا، ما تقدريش تسوقي مليح. با دو ريسبي الستوب، با دو ريسبي الفروش. يديك لا بريوريتي تاعك. ولا كان تقول لها اخويا هاو كيفاش شالي ولا يخسر عليك شي حاجه، سامحني. مي ما كاش الكود، ما راهمش يطبقوا الكود. يعني هذا بينا هاد الناس
يحترموا يعني دائما حنا ماذا قوانين بينا المرور سي لوكازيون هذه لا بسلامتنا يعني تلفزيون ان شاء الله. سي لوكازيون هذه باش نقول لهم يا عباد الله احترموا الكود، ما يوقع والو، ما يوقعش اكسيدون، ما يوقع والو. اكيد يعني وفي فقره الاتيكيت اكيد راح تقدم لنا اليوم معلومات قيمه حول هذا الموضوع. أيوة. شغله كثير مهمه اللي بناخذها بعين الاعتبار مثل ما تفضلت زميلتي، هي انه لما نعزم حدا يطلع معنا بالسياره لازم نتقيد بنظافه السياره كانه هو بيتنا، وهذا الشيء بينعكس على شخصيتنا بطريقه مباشره. مثل ما تفضل استاذنا وضيفنا اليوم انه القوانين التي لا تحترم في بلادنا وتحترم في الخارج، يمكن انا عندي نقطه معينه على هذا الحديث انه لا، في عنا قانون ببلدنا وان شاء الله الناس بتحاول، يعني ممكن تغيير يصير مني ومنك ومن جارنا ونحاول شوي شوي نغير بهيدي القوانين لحتى ان شاء الله بلدنا تتقدم للاحسن، وهذا اللي بنشوفه بالجزائر. مثل ما قلتي ان شاء الله باذن رب العالمين، مثل ما قلتي لما بيكون معنا ضيوف كثير مهم انه الضيف المهم اللي طالع معنا يطلع ورا الكرسي تبع اللي قاعد جنب السائق، لا مش ورا سائق، لحد السائق، وجنب السائق يقعد دائما صاحب او صديق الضيف المهم. اذا الزوج طالع مع زوجته ووالدته، هو من المعروف والمعتمد عليه انه الام تجلس اماما والزوجه تجلس من الوراء. هلا في شيء كتير مهم بهيدا العمر وبالشباب اللي بنشوفهم اليوم، انه الموسيقى العاليه حلو كتير انه الواحد ياخذ بعين الاعتبار الناس، خصوصا اذا وقفنا على خاصه الشباب يعني بالضبط والسياره على ستوب ساين ولا اشاره ولا شيء، ناخذ بعين الاعتبار انه ممكن يكون في سياره جنبنا فيها ناس مريضه، فيها ناس كبار بالعمر، انه نخفف الصوت. اوكي مسموح لك انك تستمتع بالموسيقى، مثلا تشوفوهم زايدين بزاف الغناء بالضبط. ومثل ما تعودنا بديننا انه نغض بصر لما نعمل زياره لجيراننا. يفوت عليك بالطوموبيل، يفوت عليك طالق عفوا بالضبط، عاملين حفله. قلت لك ما كانش الاحترام عندنا، ما بقى هذه داخله في الاحترام، داخله في الاحترام. ما هو حضرتك ان شاء الله يعني انا وياك وهو وهي ببدا التغيير شوي شوي، بنحاول نغير بلدنا للاحسن والافضل. هيدا هو طموحنا وهيدا هو املنا. كثير مهم ناخذ بعين الاعتبار غير الموسيقى غض النظر. المرات بتكوني سايقه في بنات بالسياره او شباب بتلاقيهم عم بيطلعوا ببعض، نحاول نغض بصر لانه مش عارفه كمان السياره في عندها خصوصيات ولازم تحترم. أكيد. الدخان شيء كثير مهم بمجتمعنا، في ناس كثير بتدخن وما بتحترم انه الشخص الثاني ممكن هو ما بدخن، فكتير مهم انك تستأذني اذا انا مسموح لي دخن دوري سيجارتك، وانت اذا منك ما بتحبي الدخان او عندك حساسيه قولي لا، ما في ابدا عيب انه نحن نقول لا او نعمل شيء نحن مش راغبين فيه، مش مضطرين نعمل اي شيء. احترام المارين كذلك، احترام المشاة، هيدا اللي كنا بدنا نحكي فيه. في بعض البلدان اذا المشاة يقطعوا الطريق من دون ما يكون الضوء مسموح او من دون الخط اللي مسموح للمشاة، ممكن ياخذوا بروسي او يفوتوا على سجن لانه هددوا امن السواقه. فبتمنى هذا الشيء نشوفه ببلدنا، لكن عم نشوفه شوي شوي انه ببعض المناطق المعجوقه انه الناس صارت تحترم شوي قوانين السواقه. لازم ما نسرع لما نشوف ناس ماشي، ناخذ بعين الاعتبار ممكن مرأة كبيره في العمر، رجل، هيك ناخذ بعين الاعتبار انه نحن اللي معنا السياره معنا القوه. اما للشباب المتهوره واللي مفكره انه هي الرجوله بسرعه، بحب اوجه لهم تحيه كثير كبيره، بقول لهم عمر الرجوله ما كانت بالتهور بالسواقه، ممكن تؤدي لحياتك، والمشكله انه انت بس تموت ما في شيء بيصير لك، اللي حيحزن عليك هن الناس اللي بيحبوك، اهلاتك. فناخذ بعين الاعتبار الامن تبعنا والامان تبع الناس الموجودين معنا. بنهايه هذه الفقره بتمنى لكم صباح سعيد. اهلا وسهلا ضيفنا، شرفت، اهلا بالشاف وفرصه سعيده. الله يسلمك كريمه، يعطيك الصحه. اذا احنا ان شاء الله نكمل هذه النصائح اللي قدمتيهم لنا في فقره الاتيكاد ياخذوها كل المشاهدين بعين الاعتبار. احنا مواصلين حلقتنا للنهار اليوم. إذا الكل اللي حابين يتواصلوا معنا على صفحتنا على السوشيال ميديا، وكذلك لكل من فاتته متابعة حلقتنا ما عليه غير يدخل على قناتنا على اليوتيوب، شوفها فيها الورقة ومتابعين حلقتنا. يلا.